الرحيم. ان شاء الله اديكم دلوقتي نبذه مختصره عن مرض الحصبه. مرض الحصبه عباره عن مرض بكتيريا اسمها الميزلز. محتاج طبعا تشخيص. هو الحاجه المميزه ليه بتشخصه الراش او الطفح الجلدي الخاص بيه. يبقى نقط حمراء كده في كل انحاء الجسم، كل الجسم من الوش للرجل للبطن للظهر، تبقى واضحه جدا طبعا في البطن وفي الظهر، نقط حمراء مبدوره في كل الجسم. بعض دي العلامه المميزه بتاعتها. بعض بقى الاطفال بتبقى فيها سخونيه مرتفعه جدا، ممكن يكون في رشح، في كحه، في احتقان في الحلق، كل دي اعراض مصاحبه. لكن الراش او المميز للحصبه اللي هو النقط الحمراء اللي بتبقى في مبدوره في الجسم كله. معظم ادوار البرد العاديه بيبقى فيها طفح، بس من غير خالص طفح الحصبه. الحصبه في الجسم كله ونقط حمراء تحت الجلد كده بتبقى مميزه جدا. طيب في مرض تاني اسمه الحصبه الالماني. الحصبه الالماني بيبقى نفس الاعراض بتاعت الحصبه العاديه، بس بالاضافه لكده انها بتلاقي غدد لمفاويه في الجسم كله. يعني بتلاقي غدد لمفاويه هنا، بتلاقي هنا، بتلاقي في الرقبه، بتلاقي تحت الباط، بتلاقي في منطقه العانه. كل ده بيبقى فيها غدد لمفاويه. ده الفرق الكبير اللي بنشخص والحصبه الالماني. والاثنين المفروض اللي هي الحصبه الالماني اللي هي الروبيلا، الحصبه العاديه اللي هي الميزلز، ودول من الاثنين بنطعم ضدهم في التطعيمات الاجباريه اللي هي في اول سنه ونص من الحياه. طيب علاجها ايه؟ طبعا سواء الحصبه او الحصبه الالماني بيتاخد مضادات حيويه ابر لفتره لمده 5 ايام، وبعد كده بنكمل على ابر او مضاد شرب على حسب حاله الطفل. بندي خافض للحراره، بندي حاجه للارتشاح، بندي حاجه مضاده للالتهاب. الطفل طبعا بيبقى بعض الاطفال بتبقى الحراره مرتفعه قوي، بتبقى محتاجه محاليل، بتتحجز في مستشفيات فتره. ممكن تتحجز في مستشفى سواء الحصبه او الحصبه الالماني في يوم او 2 لغايه ما الحراره تسيطر عليها، وبعد كده بيقدر يكمل علاج في البيت عادي. مرض الحصبه والحصبه الالماني مشكلتهم انهم معديين، ولو حامل اتعرضت للعدوى في اول 3 شهور بيحصل تشوهات شديده جدا في الجنين. فطبعا الحامل بتبعد عن اي طفل عنده حصبه او كده، او الحصبه الالماني. الاثنين نفس الاعراض زي ما قلنا ونفس العلاج، بس هو الفرق بينهم موضوع الغدد الليمفاويه. العدوى بتاعت الحصبه بتبقى عن طريق النفس طبعا، لان مرض جهاز تنفسي فالنفس بيبقى معدي. فطبعا لو حامل بنحاول انها تبعد. لو الام طبعا هي اللي بتبقى مسؤوله عن رعايه ابنها، فصعب ان احنا نقول لها ابعدي، لكن بنحاول على قد ما نقدر ننفذ التعليمات بتاعه الوقايه، عشان الوقايه خير من العلاج. ودي كانت نبذه مختصره وبسيطه عن الحصبه والحصبه الالماني. وزي ما قلنا دي برضو من الامراض اللي المفروض اتطعمنا منها. فلو لقيناها منتشره بتبقى يا اما الطعم مش فسد عن طريق سلسله التبريد بتاعه الوحده، او يكون المناعه بتاعتنا ضعيفه. وانا بحبذ الموضوع التاني او السبب التاني، لان زي ما قلنا دلوقتي بنشوف الامراض في اكتر من طفل، اكتر مره في الطفل الواحد، وده معناه ان المناعه بتاعتنا بقت ضعيفه قوي. وده الاسباب كتير منها سوء التغذيه والتلوثات اللي حوالينا في كل حته. نسال الله ان يمتع كل اطفالنا بالصحه الجيده. مستني مقترحاتكم لاي موضوع عايزين تتكلموا فيه، واي حاجه تساؤلات بيثيرها الموضوعات اللي احنا قلنا عليها، او اي اقتراحات لموضوعات جديده نتكلم عليها مع قناه ام مكه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.